اهلا بكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. النهارده هنتكلم عن البيت الذي لقب بالبيت المعجزة في مدينة ديرنا. البيت اللي حضراتكم شايفينه ده سليم 100% برغم كل المهازل والكوارث اللي حصلت حواليه من إعصار للسيول، إلى إن البيت سليم 1,000,000%، مش 100%. برغم إن كل الحواش اللي هناك، لأن اخواتنا في ليبيا بيقولوا على البيت حوش، برغم إن كل البيوت أو الحواش اللي حواليه اتقلعت من جذورها زي ما بيقولوا، وبقت عبارة عن أكوام تراب أو أكوام ردم، إلا إن البيت ده سليم 100% أو 1,000,000%. زي ما انتوا شايفين في الفيديو الدنيا حواليه متدمرة، ولكن البيت ده سليم، حيطان، بيبان، شبابيك، كل حاجة بياض، كل حاجة كأن البيت اتشال من مكانه وقت ما حصل الإعصار والسيل، ورجع تاني واتحط بعد ما الدنيا هديت. برغم ان زي ما انتوا شايفين كل الحاجات اللي عليها دواير حمرا دي بيوت متدمرة اتقلعت من جذورها، وقعت على عربيات خفست بيها الأرض، إلى إن البيت ده شبابيكه إزاز ولكن سليمة 100%. حيطانه موقعش منها طوبة، ما تقشرش منها حتة بياض واحدة. التند اللي عاملينها عشان تحمي الشبابيك والبلكونات من البرد أو الحر أو الشمس أو المطر سليمة 100%. فوق السطح في فرشة مفروشة كأنها مجاش عندها نسمة هوا، بالرغم ان ناس كتير شككت وقالت ان الصور او الفيديوهات اللي بتنزل للبيت ده فوتوشوب، الا ان واحد من هناك من مدينة ديرنا صور البيت ووثق اللحظة، ووثق البيوت اللي حواليه، صورها وبين قد ايه الدمار اللي حوالين البيت. ودي في حد ذاتها معجزة. وبيقال كمان ان البيت ده في حي من الاحياء اللي قريبة جدا 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 من البحر، يعني كان بالاولى انه يتقلع من جذوره زي بقية البيوت اللي حواليه. طب ايه قصة البيت ده، وليه البيت ده بالذات فضل سليم وربنا حماه وحمى اهل البيت ده وناسه وصاحب البيت؟ يقال ان البيت دوت لحد اسمه ابو سعيد الدرعاوي، ده صاحب البيت. وكمان بيقال ان صاحب البيت ده هو امام وخطيب مسجد وكافل للايتام. وهنا يكمل السر اصدقائي، ان هو كافل للايتام. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الراجل ده علشان حمل ايتام من غدر الدنيا وغدر الزمن ومصاعب الحياة، ربنا نجاه هو واهل بيته وبيته من الاعصار اللي حصل والسيول اللي حصلت، وطلعوا منها كأن البيت ما كانش موجود اساسا. وكانت بالفعل دي معجزة. وده يثبت لنا كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال: واعلم إن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وده يا اخواتي فضل الصدقة. الصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة ما نقص مال من صدقة. الصدقة اللي الراجل ده عملها والمعروف اللي عمله في الأيتام، وإن هو كان متكفل بأيتام، فعلا ده اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى نجاه ونجى أهل بيته من المهازل اللي حصلت حواليه. برغم كل الدمار اللي حصل إلا إنه طلع منها، يعني أقول لكم إيه، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، طلع منها زي الشعرة من العجينة. ما مسوش 1% ضرر، لا هو ولا أهل بيته ولا حيطان بيته ولا شبابيك بيته ولا أي حاجة نهائي لمسته ولا ضرته، لا هو ولا أهل بيته. سبحان الله، يعني معجزة بالحرف أو معجزة بكل معنى الكلمة. لما ناس كتير شككت وقالت إن البيت ده فوتوشوب، ده مش حقيقة، ولكن الصور والفيديو يثبتوا ان الموضوع حقيقي وان ده مش فوتوشوب.
سبحان الله العظيم، يعني بجد معجزة تثبت ان مفيش حاجة عند ربنا بتروح، لا صدقة ولا فعل خير ولا معروف بتعمله في الدنيا بس تبقى بتعمله من قلبك، مش عشان تتباهى بيه قدام الناس فقط لا غير، تعمله عشان انت عارف ومقتنع ان ده عمل خير قاعد لك عند ربنا سبحانه وتعالى. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند.